السلام عليكم، اهلا وسهلا اخواني اخواتي، مرحبا بكم معي من جديد. كنتمنى نلقاكم فيديو ديالي في اتم الصحه والعافيه. فيديو جديد ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم شباكيه سهله وسريعه التحضير للاول، للمبتدئات طبعا. ما تبارك الله ما شاء الله كل شيء كيعرف يعد الشباكيه والمعسلات ما شاء الله كيخرجوا من يدهم داكشي غزال ما شاء الله. المهم هنا غنشارك معكم الشباكيه ديالي مقومه على الحقه وطريقها بطريقه سهله وسريعه. نديرو المقادير ديالنا. عندي هنا كاس ونص ديال الزنجلان، طبعا اللي مغسول ومنقي ومطحون بلا ما نحمصوه. هنا عندي كاس ديال اللوز عبرته وطحنته بودره. عندي كيس ديال الخميره. عندي ملعقه كبيره ديال القرفه، وعندي ملعقه ديال النافع طبعا هو مصهد شويه في المقله ومطحون ومغربل. ملعقه كبيره ديال حبه حلاوه. هنا 2 معالق ديال ديال الخل. وهنا عندي كاس لاروب ديال المزهر اللي عملت فيه شويه ديال الزعفران شعره. بالنسبه للمزهر عندي كنستعمل النوع ديال در معمري لانه فيه واحد الريحه مجهده وقويه. هنا عندي نص كاس ديال الزيت بلديه، وهنا 125 غرام ديال الزبده تكون حيوانيه. طبعا ذوبتها حتى رجعت نوازيط. وبالنسبه للدقيق عندي كيلو، غادي ان شاء الله نعدل الشباكيه كيلو د الطحين. صافي هنايا غادي نعاود نطحن هاد المكونات في الماكينه ديال الخلاط ديال العصير باش نتاكد بان ما بقات حتى شي حبه ديال اللوز ديال الزنجلان هيدا ولا شي فرازات ديال اللوز، لانه واخا الماكينه عندي كطحن مزيان ولكن مره كتخلي لي ديك شويه ديال الحب الزنجلان هيدا واقف. فصافي غادي نعملو هنا مع السوائل باش نتاكد بان يجيني ديك هاد اللوز والزنجلان يجيو فحال الزبده، باش العجينه ديالنا في الاخر ما تقطعش معنا. انا غادي نضيف كلشي في الخلاط وغادي نطحن اللوز والجنجلان والزبده وكذلك الخل والزيت والمزهر. هنا عندي شويه ديال المسكه الحره مع الملحه دقيتها بهذا المهرس. المهم كنشكر الاخوات اللي انضموا للقناه جداد، شكرا لكم على الدعم ديالكم على التشجيع ديالكم. وحتى ما نساوش الناس اللي معايا في بدايه القناه، شكرا لكم اللي يخدمكم عليا على التشجيعات ديالكم. شكرا بزاف الشكر قليل في حقكم. المهم هنايا ضفت شويه ديال الماء باش نخفف ديك الخليط. الماء عندي الماء دافي لان غنستعمل خميره ديال الخبز. هنا غادي نخلط النواشف مع بعضياتهم. غادي نضيف المسكه الحاره مع دقيتها مع شويه الملح، وهنا راس معلقه ديال الخميره. غنخلط النواشف من بعد عاد نضيف السوائل. هنا عندي الخميره ديال الحلويات كيس ديال 8 غرام. هنا غنضيف الخليط ديال هذا السوائل ديال المعجون ديال اللوز وكذلك الزنجلان مع الزبده والمزهر والخل والزيت كذلك. المهم هنا نخلط. انا غنسرع الفيديو فقط، ما غاديش نحذف هذا المقطع هذا. غادي نسرع الفيديو صافي. هنا غادي نجمع العجينه، نحاول نجمعها بديك الخليط ديالي حتى نشوف حتى الاخير عاد نشوف واش نزيد الماء ولا لا، لان خصني العجينه تكون قاصحه شويه، ما تكونش رطيبه ولا تكون كتلتصق في اليدين، باش العجينه كتجينا هشيشه وشويه يعني ماشي ديك الرطبه بزاف. المهم غتجي شويه هشيشه ومقرمله شي شويه. اما الا بغيتوا العجينه تكون رطيبه يعني من الاحسن، يعني الا بقات هيدا مرخوفه العجينه معاك كترتاح شويه عاد كتطلقوها فكتولي العجينه رطيبه بزاف، الشبكيه رطبه، وملي كتبقى في العسل كتزيد ترطب كترجع معجنه. فمن الاحسن الواحد العجينه ديالو يخليها شويه قاصحه، ماشي ناشفه بزاف باش ما تعذبوش في التطليق ديالها، ولكن تكون قاصحه شي شويه. صافي هنا قطعت على 3 كرات غادي نشكلهم وغادي نخليهم يرتاحوا شي شويه، ومن بعد عاد نرجع لان الشبكيه عدلتها بالليل وخليتها حتى للصباح عاد قليتها. صافي هنا غادي نطلق يعني غنطلقها وغادي نشكل على بحال غادي نعملها ديك الطاويه ديال غادي نطويها على هذا الشكل هذا وغادي نخليها ترتاح هيدا.
باش ملي غادي نطلقها غادي تجيني سهله باش نقطعها ونعمل نطلقها بالماكينه ديال سباكيتي اولا الماكينه ديال الرزيزه. هذه كتسهل شي شويه على الطليق بانك تطلق بالمدلك. المهم هنايا جيت نوريكم بالنسبه انا الطريقه اللي كنت يعني اللي ولفه ملي كنت في الدار ديالنا، يعني كنشكل بها الشباكيه. كنقطع العجينه على 4 ديال قطع، ماشي 4 القطع، يعني غادي نوريكم هنايا الاولى الثانيه الثالثه والرابعه والخامسه كنقطع فيها العجينه، عاوتاني الاولى الثانيه الثالثه الرابعه والخامسه كنقطع فيها العجينه. واحد الاخت قالت لي وري لي كيفاش كتشبك الشباكيه بشويه. المهم انا غادي نوريك. كنهز وحده وكنخلي وحده ديال ديك الشرائط، يعني كنهز وحده ونخلي وحده ونهز وحده ونخلي وحده ونهز وحده، يعني جوج كيجيوني مور الصبع ديال يدي، الاصابع ديال يدي، وثلاثه كيجوني فوق الاصابع ديال يدي. صافي كنعملو فوق بعضياتهم صافي كنزلها فوق سطح العمل كنشكلها، كنزير لها الجنابات. انا هاد الطريقه هذه كتجيني سهله دغيا خفيفه فيها، يعني اصلا مولفه بها. اما ديك الطريقه جديده لانك كتعمل كتبقى تطويهم في شكل على بعضياتهم ومن بعد عاد انتم كتشوفوا هنا كنهز وحده، يعني كتشوفوا عندي 5 ديال الشرائح، كنهز وحده ونخلي وحده، نهز وحده ونخلي وحده وكنهز وحده. من بعد ديك القنوته الاخرانيين كنلصقهم مع بعضياتهم وصافي. كنعاون بالصبع ديال يدي، يعني مثلا صافي كنتنيها وصافي هي شباكيه. هذه سهل، انا كتجيني سهله، وعلى حسب كل واحد شنو مولف من الصغر ديالو، يعني كيعدل ولا مولف بيدو، يعني دائما كيعدلها. اما خلاص هذوك الناس اللي كيعدلوا كوموندات الناس هذوك تبارك الله ما شاء الله عليهم ما تلحقش عليهم. هي كتجي على هذا الشكل، هذا الشكل ديالها مزيون وسهله انا كتجيني هذه سهله. غادي نوريك الثالثه، يعني 4 ديال كنقطعوا 4، يعني كتجينا 5 ديال هذا الشرائح. هنا كنهز وحده ونخلي وحده، نهز وحده ونخلي وحده صافي، وكنهز ديك الاخرانيات القنوته كنتنيهم كنلصقهم مع بعضياتهم، وكنتني هذه على الثالثه والاولى على الثانيه. صافي ديك الساعه كنحطها فوق سطح العمل وكنعاود نزيد نعوضها بيدي شي شويه هيدا وصافي. بعد مرة كتعوض الراسه، يعني بلا ما كتبقى صافي. كنشبر ديك القنوته من هنا ومن هنا، زياده كنحيدها. ايوا صافي. انا شباكيه كنعملها صغيره شي شويه، ما كنعملها شي كبيره مولفه، يعني يدي سبحان الله مشى عليها، واخا نبغي نعدلها كبيره ما كتصدقليش. وهذه في الطريقه، يعني طريقه سهله ومبسطه. هذه الطريقه ديالي اللي مولفه، يعني ملي كنت في الدار ديالنا تعلمتها هكذا، يعني كانت اختي الكبيره هي اللي كتعدل الشباكيه وكنت تعلمتها من عندها. اما الطريقه الثانيه فغادي نوريها لكم ان شاء الله يا ربي. هنا كما كتشوفوا العجينه كنقطعها، كنطلقها بالمدلك ونقطع شرائح، وكنعاد نعملها في الماكينه. هنا كنعملها على نمره 3، ما كتجيش رقيقه بزاف وما كتجيش غليظه. كتعجبني اصلا الا جات غليظه راه كتشرب العسل وكترطب في الاخر. وهذه الماكينه صراحه كتسهل على الواحد هيدا يسر بيدو، خصوصا الواحد اللي عنده يدو بوحده، يعني ما عندوش شكون اللي يعاونو. فالصراحه الماكينه كتسهل بزاف. وهذه الطريقه الثانيه كما كتشوفوا هنا كنعملو كتجينا كنقطعوا 5 و6 كنقطعوا العجينه مره، كيجينا 6 ديال الشرائح و5 ديال تقطيعات في الوسط. كنضيفوا جوج على جوج، ومن بعد عاوتاني جوج كيجيو 3 فوق بعضياتهم. صافي كنلصقوا ديك القنوته مع بعضياتهم، كنجمعوهم بعضياتهم هيدا كنلصقوهم صافي. كنفتحوا العجينه على جوج. هذه في الثلث اللي ما لصقتش مزيان، وكنفتحوها هيدا على جوج. ملي كنحطوهم هيدا فوق بعضياتهم كيجيو جوج فوق جوج فوق جوج
بحال اللي الشكل اللي كنعملو ديك الفرفاره اللي كنا كنعملوها صغيرين، هايدا كنعملو كنبقاو نتنيوها هيداك على بعضياتها. صافي ديك الزيادات كنحيدوهم، وهذا هو الشكل ديالها تقريبا بحال اللي كان بحال الطريقه الاولانيه. المهم هذه هي هذه كنضيفوا جوج على جوج، ومن بعد عاوتاني كنتنيوها كنضيفوا على اختها. صافي كنفتحوها هيدا في الوسط، كنلصقوا ديك القنات مع بعضياتهم، وكنفتحوها هيدا على هذا الشكل هذا. ضروري كتحطها فوق سطح العمل باش كتساعد لك. هذه تفتخت ايوا صافي. انا هذه كتجيني شويه ثقيله لان مولفه بيخرى، هذه كتجيني شويه واخا يدي زعما صراحه هي ساهلين بجوجهم ساهلين، ولكن كتجيني هذه ثقيله في يدي. المهم هذه هي الشباكيه ديالي، تبارك الله خرجت لي الخير والخمير في هذا لان ما تكونش هي شباكيه باقي غادي نعدلو ان شاء الله معسلات اخرين، فكيلو تبارك الله كافينا. صافي هنا غادي نخليهم فوق هذا سطح العمل، وغادي نغطيهم بواحد بلاستيك صافي حتى الصباح ان شاء الله يا ربي. عاد نبدا نقلي، ضروري خصني نقلي يكون باقي الضوء ديال النهار باش الشباكيه ما كتحمرش معانا وكتحرق. في الليل الصراحه قليد الليل ماشي بحال ديال النهار. صافي هنا في الصباح كما نوض فطرنا وهذا دخلت يعني بديت كنقلي. هنا كانت الصينيه الاخرانيه يعني كنت قليت عاد شاركت معكم. هنا الزيت انا كنسخنها على نار متوسطه، ملي كتسخن مزيان وكنعمل فيها الشباكيه كنقص لها واحد شويه وكنبدا نقلي. انا البيضه ما عملتهاش في الشباكيه لان البيضه ملي كتبدا تقلي كتبقى ترخي ديك الرغوه، فقلت ما عندي علاش نعمل، يعني اصلا كنعمل بيضه وحده في 2 كيلو ديال الطحين، فانا كيلو ديال الطحين قلت بلا ما نعمل بيضه. صافي هنايا كان كما كنحطهم كنساليهم كنبدا نقلبهم على وجههم، على دابا هما محطوطين على الطهر ديالهم. ملي كان نحط نسالي حاطه اللي غنعمل في المقله، كنبدا نقلب على العجينه على الشباكيه على طهره. صافي وهي كتقلى وانا كنقلب فيها حتى تاخذ ديك اللون اللي باغيه انا. صافي كنقطرها هيدا وكنعملها في العسل عاوتاني فيها، عملت فيها ديك العسل اللي شاركت معكم الشريطه، عملت فيها واحد شويه ديال المزهر، كنغطسها فيها كنخليها على بيد من كتقلى لي اخرى كنحيدها كنعمل عليها الزنجلان. وهاي هو الشباكيه ديالنا واجده. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال الرضا ديالكم ويعجبكم الفيديو. ما تنسونيش باللايك والتعليق وبارطاج كذلك مع احبابكم وصحابكم. غنشارك معكم ان شاء الله وحده صراحه كتجي مقرمله ما كتجيش قاصحه، وكتجي مقليه من الداخل ومحمره ديك الكولور اللي كيجي محمر، ماشي كتجي ما تحمروهاش بزاف باش ملي كتعملوها في العسل كتزيد كتعطيه واحد الكولور اخر. السلام عليكم.